واخيرا بنشوف قدرات بوتشر، واللي زي ما قلت لكم قبل كده حاجه شبيهه بفينوم. واهلا بيكم في شيف افلام. وفي حلقه النهارده هتكلم عن النقط المهمه في الحلقه الاخيره من مسلسل ذا بويز للموسم الرابع، واللي كان فيها مفاجآت كتير وحاجات كنت توقعتها معاكم وحصلت. بس الاول يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك عشان دعمكم بيفرق معايا، ويلا بينا. رقم واحد، الحلقة بتبتدي إننا بنشوف برنامج VNN، واللي بنعرف منه إن اليوم 6 يناير يوم الانتخابات المنتظر، وإن استوديوهات فوت للإنتاج، واللي بالمناسبة عاملين اللوجو بتاعهم زي لوجو مارفل، لغوا عرض فيلم A ترين مع إنه خلصان في كل حاجة، وده طبعا بسبب تسريبات A ترين للمعلومات وهروبه. وطريقة نقل الخبر هنا بتفكرنا لما عرفنا إنهم لغوا عرض فيلم باد جيرل، واللي كان خلص تصويره بسبب إن الشركة المنتجة شافت إنهم هيخسروا كتير من عرض الفيلم. We just realized we'd make more from the write-off. رقم 2، بنشوف الشيب شيفتر او المتحول، واللي واخد شكل ستار لايت، وهي عايشه بتلعب بمشاعر هيوي وبتقدم نفسها عشان تخطبه. وهيوي كان لحد اللحظه دي ما شكش فيها، بس بيحصل ان الجلد بيقع من المتحول، وعشان كده بنشوفها بتجري وتروح على المكان اللي حابسه فيه ستار لايت، ولما تحط ايديها على راسها جلدها بيتصلح، ونعرف انها كمان بتقدر تعرف يفكروا في ايه وتبقى عارفه كل ذكرياتهم. رقم 3، بنشوف هوملاندر ماسك البرطمان اللي شايل فيه شعره الابيض، ودي حاجه دايما بتفكره ان حتى بكل قوته الكبيره وان مفيش حاجه على الارض تقدر تموته، لكن في النهايه هو هيموت بسبب انه بيكبر في السن. بعدين نشوفه يفتح شنطه رايان، واللي يلاقي فيها صوره بيكا مع بوتشر، ودي حاجه تجننه وتخليه يدمر في الشقه، وده على دخلة رايان، واللي هوملاندر يزعق فيه ويقول له ان هو بس اللي ابوه مش بوتشر، ورايان يجري من قدامه من الخوف. رقم 4، بنشوف بوتشر في المستشفى بيتعالج، وده بعد ما كان أغمى عليه في نهاية الحلقة اللي فاتت، وبنعرف إنه ممكن قدامه أيامه يموت، لكن جو كيسلر يظهر ويتكلم معاه ويقول له إنه يقدر يساعده ويخليه قوي مرة تانية وما يموتش، بس بشرط إنه يديله تحكم في جسمه ويديله الحرية بإنه يقتل كل الأشخاص الخارقين، ودي حاجة كنت توقعتها معاكم من بدري. وجو كيسلر يحاول يقنعه، لكن بوتشر بيقول له سيبني اموت في سلام. بعدين بنشوف مالوري بتدخل عليه ومعاها رايان عشان يزوروه، واللي بعد كده بيعرف منهم ان ابوه تسبب في موت ناس كتير، وانه تسبب في موت كل الناس اللي كانوا على الطياره، وكمان امر انه يقتل الرئيس. ومالوري تقول لرايان اننا محتاجين تكون معانا عشان تحارب هوملاندر، ورايان يخاف وما يرضاش، وبسبب كده يزق مالوري على الحيطه عشان كان عايز يمشي وهي مش موافقه، وتموت مالوري قدام عيون بوتشر، واللي بعدها بيقرر انه يسلم نفسه لجو كيسلر عشان يكون هو المسيطر والمتحكم في قراراته بعد كده. رقم 5، واهم حاجه حصلت لما بنشوف هوملاندر وفيكتوريا نيومان في برنامج فاير كراكر ذا تروز بامب، وهوملاندر يفضح سر فيكتوريا واللي كانت مخبياه طول حياتها لما يقول على اللايف والبث المباشر انها عندها قدرات خارقه، وكمان يضرب شعاع الليزر عليها عشان يثبت ده، وكل العالم يشوف ان فيكتوريا ما اتاثرتش. واللي عمله هوملاندر حاجه بتبوظ كل الخطط اللي كانوا متفقين عليها مع سيستر سيدج، وطبعا فيكتوريا بتتضايق وتقول له هتدخلنا كده في مشاكل كتير مع الشركه والحكومه ومع البلد كلها، وبسببك ضيعت فرصتي في الرئاسه. لكن هو يقول لها ما تقلقيش، انت هتبقي في الرئاسه مهما حصل. بعدين يتكلم مع اشلي ويتفق معاها انها تحضر له قايمه مكتوب فيها كل الناس اللي شغاله وعارفه بلاويه ومصايب فريق السيفن كله. You think I didn't think of that? Of course I thought of that. رقم 6، بنشوف هوملاندر مجتمع مع فاير كراكر وديب وبلاك نوار، ويشرح لهم خطته واللي فيها هيموت الرئيس، وان اي حد هيثور من الناس هيموت، وانه في الاخر هيتدخل عشان يكون المنقذ لكل حاجه، وان كل ابطال فوت هيبقوا معاه عشان يحتلوا البيت الابيض والبنتاجون، حاجه كده زي ما حصل في الكوميك. وبنشوف انه واضح التعب على فاير كراكر، وده بسبب الادويه اللي بتاخدها عشان ترضي هوملاندر، واللي يبقى مقروف منها لما بتكح شويه ويخليها تبعد عنه. بعدين يقول لهم انه عايز يتخلص من كل الناس اللي موجودين على القايمه هنا، ودي بيعمل فيها ذكي ويقول مفترض يبقى فيها اشلي عشان هي عارفه كل حاجه عنهم، واشلي لما بتسمع اسمها بتجري على اوضه هوملاندر وتحقن نفسها بكومباوند في، ونشوف الباروكه على راسها بتقع وراسها تكبر وحاجات فيها تتحرك، وهننتظر الموسم الخامس عشان نعرف ايه حصل لها وهتكون ايه قدراتها. بعدين بنشوف ديب وبلاك نوار بيخلصوا على كل الموجودين في القايمه اللي معاهم. رقم 7، بنشوف الرئيس سينجر وهو تحت الارض تحت الحراسه، وده عشان هو مستهدف، وهيوي اخيرا بيفهم ان اللي معاه دي مش ستار لايت وانها المتحول، ويدخلوا في فايت معاها تنتهي بان ستار لايت الحقيقيه تقدر تهرب وتقتل المتحول اللي واخد شكلها. رقم 8، بنشوف فيكتوريا بتتصل بهيوي وتقول له انها مش عايزه تكمل في اللي يحصل ده كله، وانها مستعده تفتح شركه فوت وهوملاندر، بس المهم انهم يساعدوها ويساعدوا بنتها زوي عشان هوملاندر كان دايما بيهدد بقتلها. وفي نفس الوقت بنعرف ان فرنشي قدر يخرج الفيروس
من رجل كيميكو، وهيوي يقدر يقنع مازر ميلك وستار لايت انهم يساعدوا فيكتوريا بعد ما كانوا يفكروا في طريقه عشان يموتوها. ولما فيكتوريا تروح لهم ومعاها بنتها زوي وتتفق مع مازر ميلك وستار لايت وهيوي على كل حاجه، بيظهر بوتشر وهو واضح عليه انه بقى بصحه كويسه جدا، ويقول لهم مفيش اتفاقات مع حد، ويزق هيوي وتخرج منه مجسات كتيره من ناحيه صدره بتكتف فيكتوريا وتوقع بنتها زوي، ويثبت ستار لايت ومازر ميلك من انهم يعرفوا يتدخلوا، ونشوفه يقسم فيكتوريا نصين. ودي حاجة كنت متوقعها معاكم من أول شرح للحلقات بأن فيكتوريا هتموت، لكن ما كنتش متوقع إنها تموت على إيد بوتشر وبالشكل ده. رقم 9. هوملاندر بيسمع في الأخبار إن فيكتوريا ماتت، ودي حاجة تحبطه عشان فاهم إن بسبب عمايله خطة حكم فيكتوريا لأمريكا فشلت، وبالتالي فشله هو في السيطرة على البلد والعالم. بس سيستر سيجي تدخل عليه وتقول له ما تقلقش، ده كله جزء من خطتي، وأنا كنت عارفة أنت هتعمل إيه وهيحصل إيه، وتوريه الأخبار اللي بتقول إن السبب في موت فيكتوريا هو روبرت سينجر بعد ما جابوا فيديو ليه وهو بيتكلم عن إنها لازم تموت، وبكده سينجر فقد الرئاسة وتم تعيين واحد تاني، واللي بيتكلم مع هوملاندر في التليفون ويقول له إنه معاه في أي حاجة، وبكده خطة سيستر سيجي نجحت، وهوملاندر يبقى متفاجئ لأنه كان طردها، بس هي ما كانش فارق معاها وعايزة تساعده وتبين قدراتها. رقم 10. بنشوف الرئيس الامريكي الجديد في اول قرار بياخده انه يطبق الاحكام العرفيه، وانه يفوض الابطال الخارقين كلهم تحت قياده هوملاندر بانهم يحافظوا على امن البلد. وهوملاندر يقطع الرئيس ويقول ان السبب في موت فيكتوريا هو الناس اللي بتدعم ستار لايت، وانه هيطاردهم في كل مكان، ويقول في نهايه كلامه ان من اليوم عصر جديد للسوبر هيروز. رقم 11. بنشوف البويز وكل واحد فيهم مع جواز سفره ويتفرقوا عشان يهربوا، وزوي بنت فيكتوريا بتروح على مدرسة ريد ريفر واللي امها عاشت واتربت فيها وكانت تكرهها. وبنشوف سام وكيت الشخصيات اللي احنا عارفينها من مسلسل جين في يتدخلوا، ونشوف كيت بقدراتها العقلية تتحكم في فرنشي، وسام يكتف كيميكو عشان يقبضوا عليهم، ونشوف فريق من القوات الخاصة يقبضوا على مازر ميلك، ونشوف عودة سيندي صاحبة القدرات الخارقة واللي آخر مرة شفناها كان في الموسم الثاني، وهي مع أفراد من القوات الخاصة عشان يقبضوا على هيوي، وستار لايت قوتها بترجع وتقدر تهرب وتطير منها. وبنشوف بوتشر وحيد في عربيته مع جو كيسلر، بس مش واضح هو رايح على فين. رقم 12. الحلقة بتنتهي بإننا نشوف الرئيس الأمريكي بيعرف هوملاندر إن سولدر بوي حي ومش ميت، وإنه متخدر ونايم، وهوملاندر يبص على سولدر بوي وهو متأثر لأنه بيعتبره زي أبوه. بس هل يا ترى هوملاندر هيخرجه ولا يقتله ولا يسيبه نايم؟ ده مش واضح لسه، وهنستنى نشوف إيه اللي هيحصل في الموسم الخامس والأخير. لكن الواضح إن هوملاندر هو المسيطر على أمريكا وفي طريقه إنه يحكم العالم، لكن لسه هنشوف إيه هيحصل بينه وبين بوتشر لما يتقابلوا تاني. وما ننساش إن ستان إدجار هرب من السجن، وأعتقد هيبقى ليه دور أكبر في الموسم الخامس. ولسه راين موجود، وهنشوف هيعمل ايه ويتصرف ازاي لما يعرف اكتر عن المصايب اللي بسببها ابوه. وما ننساش ان لسه سيستر سيجي موجوده وبتخطط لكل حاجه بتحصل او هتحصل. وبس كده، دي هتكون نهايه شرح وتحليلي للحلقه الاخيره من الموسم الرابع لمسلسل ذا بويز. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولوا لي على رايكم في التعليقات وتتوقعوا ايه هيحصل في الموسم الاخير. وفي الاخر اتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.